الدهب امبارح نزل 65 دولار. افكرك باللي حصل امبارح ان احنا بدأنا السوق عند 3353 ووصلنا الى 3376 ودي كانت اعلى نقطة. بعد كده نزلنا من ال 3376 الى 3306، يعني نزل حوالي 70 دولار وقفل عند 3310. ملخص اداء الذهب امبارح ان احنا كان عندنا بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة، وكان أبرزها طبعا موضوع التوظيف ومتوسط الأجور. التوظيف كان متوقع يكون 126,000، طلع 139,000، وده معناه إن سوق العمل لسه بيطلب وظائف في أمريكا، يعني معنى كده إن سوق العمل قوي. ومتوسط الأجور كان متوقع 3.7 ارتفع إلى 3.9. طبعا البيانات دي في صالح الدولار الامريكي، بمعنى ان في معدلات تضخم هتفضل عاليه، وده هيخلي الفيدرالي ما يستعجلش في تخفيض معدلات الفايده، وبالتالي ده هيحافظ على قوه الدولار الفتره اللي جايه ويخلي اداء الذهب سلبي. طبعا بعد كام ساعه كده ترامب طلع وبدا يهزر بقى وبيقول كلام ملهوش دعوه بالواقع. يعني طلب من جيروم باول للمره السابعه او الثامنه تقريبا، هو اتعين في شهر يناير، ومن اول لما اتعين في شهر يناير حتى شهر 6 بمعدل مرة أو مرتين كل شهر يقعد يوجه نداء إلى جيروم باول، وقال عليه مستر ليت السيد المتأخر بأن هو لازم يخفض الفايدة. امبارح بقى بيستظرف وقال إيه؟ قال أدعو الفيدرالي إلى تخفيض الفايدة نقطة كاملة. طبعا نقطة كاملة ده رقم خزعبلي، لأن هو المفروض بيبقى التنزيل في حدود ربع نقطة اللي هم 25 نقطة أساس. امبارح كنت منوه إن في رد روسي محتمل على هجمات أوكرانيا. في حال الرد ده الذهب فعلا هيرتفع فترة بسيطة ويرجع يكمل أداؤه السلبي، ولما أقول أداء سلبي يعني مسار هبوطي، ومعناه إن الذهب ينخفض.